الإمام علي عليه الصلاة والسلام هو من جسد الإسلام بكل قيمه ونبله وأخلاقه الرفيعة. أنا اخترت هذه المنقبة أولا لأشير إلى منقبة من مناقب علي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أريد أن أشير إلى فضيلة لأهل اليمن من هذه المناقب، وهي منقبة فيها أيضا دلالات أخلاقية وتبليغية مهمة جدا. الرواية معروفة عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. فقال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، هو ممن رافق خالد بن الوليد إلى اليمن، كان مع الوفد مع الوفد. فيقول: فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا. المشكلة كانت في أهل اليمن ولا في خالد؟ يقول: ثم أن النبي صلى الله عليه وآله بعث علي بن أبي طالب مكان خالد، يعني أرسل وقال له لخالد: ارجع، وأمره أن يقفل خالدا، يعني أن يرجع، أن يقول لخالد ارجع. نعم. وأرسل مكانه الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وقال: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يرجع، ومن شاء منهم فليبقى. ولكن خالد لا ودي أنه يرجع يعني. فهنا هذا يدل على أن المشكلة والإشكالية أين كانت؟ نعم، الإشكالية كانت في خالد، في الرئيس. نعم. فلما دنونا من القوم خرج إلينا عادة يخرج الوجهاء. نعم. وكانت هي همدان، يعني القبيلة الأساسية كانت همدان. يقول: فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت همدان جميعا مرة واحدة. نعم. 6 أشهر خالد يعني يدعوهم إلى الإسلام، ما أسلموا الجماعة. ولكن كلمة واحدة من الإمام علي عليه الصلاة والسلام وقرأ لهم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا.